السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مسا الجميع. إن شاء الله كل أيامكم خير وأفراح، وألف مبروك لأخواننا الجزائريين، وألف مبروك لأخواننا السودانيين. والله مباراة يا عمي، أقسم بالله الأفارقة هذول ما هم من طبيعيين، أقسم بالله العظيم. والله يا عمي ما هم طبيعيين، بس الحمد لله هي تأهلوا للدور الثاني. ظل نشوف هسه تونس والمغرب إن شاء الله بتأهلوا الاثنين. لأنه أقسم بالله العظيم يا إخوان مش طبيعيين، مش طبيعيين، أقسم بالله البطولة الأفريقية ما هي طبيعية، والله ما هي طبيعية. احنا بثينا الفيديو هذا عشان نحضر في مباراة هسه قمة بين الكاميرون والسنغال، ما بتتفوتش مع انهم مش عرب، بس والله يا عمي ما بتفوت الدوري الأفريقي. والله يا هاي البطولة الأفريقية والله يا عمي ما بتتعوض. والله يا عمي غلبوا الجزائريين، والله يا عمي انهم عن جد، عن جد انهم خيل، فريق الخيل، عن جد اسمهم فريق الخيل، فريق الخيل بوركينا فاسو. ما شاء الله، ما شاء الله، الله يعطيهم العافية. والله يا عمي انه عن جد مش طبيعيين، السمر الأفارقة هذول، والله والله يا عمي ما هم طبيعيين. ان شاء الله تكمل فرحتنا بتأهل السودان. بس يا عمي السودان تلعب مع بوركينا فاسو، بوركينا فاسو ويلعب السودان، والله يا عمي ما بجادروهم. بس يا عمي أبطل، بس والله يا عمي هذول ترون بوركينا فاسو والله ما هم طبيعيين. يعني متوقع يعني الجزائر أول، بوركينا فاسو بين السودان وبوركينا فاسو الثاني. بس إن شاء الله يعملوها إخواننا وأهلنا وحبايبنا تعون السودان. إنه أنا بالنسبة لي يا إخوان، بغض النظر عن اللي بقى يحكوا عن أهلنا تبعون مصر، اللي مقنعني لحديث الآن مصر، بكل صراحة اللي مقنعني لحديث الآن مصر لولا الطرز اللي صار بالمباراة كان أمورنا بالسليم. بس يا عمي تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، والله يا عمي تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. بس إن شاء الله إن شاء الله احنا نقول يا رب السودان تتأهل وكل الفرق العربية تتأهل. يعني المغرب عندهم 4 نقاط بس في مجموعتهم مش قليلة. حبيبي أحمد، حبيبي العريس، والله يا عمي ما هم قليلين، وعارفينها يعني عارفين من أول قالوا إنهم مباراة صعبة. وانتوا شفتوا كم من تبديل أجرى المدرب وإصابات والتحاماتهم قوية. يا عمي هيك ما هي البطولة الأفريقية فيها التحامات، بس فيها كمان كوارث تحكيمية، فيها كوارث تحكيمية، فيها كوارث تحكيمية. مش عارف شو قصة أم التحكيم هذا، مش عارفين شو قصة التحكيم بالبطولة العربية والبطولة الأفريقية. بكرة بيطلع لك واحد بقول لك نسوي نظام مش عارف فرويد للتحكيم أو فورد أو BMW. والله كل يوم الثاني بيطلعوا لك بقرارات بالتحكيم، قرارات لا يعلم فيها إلا الله. بس نقول ألف مبروك لأخواننا الجزائريين، بيستاهلوا ولعبوا بتكتيك وأخذوا المباراة زي ما بدهم، لعبوها زي ما بدهم.
برغم الإصابات. الله يكون بعونهم في المباراة الجاي، والله عندهم إصابات وإرهاقات، إنه فريق بوركينا فاسو هلكوهم في الجزائريين، يعني يجي المضبوط. يعني لا تستهينوا إنها بقت مباراة، والله مباراة نارية، وظلوا يقاتلوا لآخر رمق طبعا بوركينا فاسو. والله لولا هذا حفيد زيدان الحارس كان جينا بحظنا أنا، كان جينا بحظنا أنا. بس أيهم الحمد لله تأهلوا مع إخواننا المصاروي. وهي نصيحة لأهلنا في مصر، وقفوا مع فريقه، لأنه فريقه محترم، فريقه محترم يؤدي أداء رجولي. ولا تظلوا تطخوا على المدرب، على حسام حسن، ولا تظلوا تطخوا على اللعيبة. قبليها انتقدتوا الشناوي، والشناوي أثبت للجميع إنه زلمة، أثبت للجميع إنه زلمة، وهي ما شاء الله يعني. بس والله يا عمي بطولة أفريقيا بتختلف عن أبطال العرب، فيها التحامات، فيها قوة، فيها ندية. أما سلام على خير، فيها والله يا عمي فيها. راح تشوفوا هسه اللي بدك تشوفوا المباراة، شوفوا مباراة الكاميرون والسنغال. انسى قناوي بده يفوتوا على بعض قناوي معروفين الكاميرونيين، وطبعا السنغال معروفين. عندك السنغال والكوندوفوار والكاميرون، هذول مش طبيعيين يا اخوان. ولا بركينا فاسو مش قليله، يعني اللي بيتأهل بجدارة. يعني هسه الأدوار الإقصائية انسى، مباريات من طراز ثاني، مباريات من طراز ثاني. مباراة المراحل الجاي الإقصائية مباريات من طراز ثاني بأمم أفريقيا، اقسم بالله العظيم هم طبيعيين. إن شاء الله على النظام هذا اللي بيحكوا فيه تبع آسيا يطلع بها الندية هاي. بس قديش تقعد، قديش تقعد؟ يعني إذا كل مجموعة بقول لك 16 فريق على 4 مجموعات، 32 فريق، 12 16 و16 32، لا والله أكثر، 55 55 كيس بعد إذنك. ويا إخوان ما حدا يستهين أفريقيا، والله يا عمي إنهم عن جد يحرق عرضهم. تقول الواحد ما شاء الله عنه ماكينة بتعبش، كيس مكاين بتعبوش. والله يا عمي إنهم هم قلال. إن شاء الله التوفيق زي ما قلنا لكم لإخواننا التوانسي وإخواننا المغاربة والسودانيين. التوانسي مشكوك بها، والسودان مشكوك بها. أما المغرب إن شاء الله، المغرب آخر مباراة إذا فازوا أو تعادلوا خلاص ضمنوا التأهل. بس لا تلعب أنت على فرصة، العب إنك بدك تفوز. إذا بدك تلعب على تعادل، بدك تلعب هذا بتخش بحسابات ومجموعات صعبة صعبة. وكل التوفيق إن شاء الله لباقي الفرق العربية. احنا بقينا متمنيين يا اخوان جزر القمر تتأهل، وجزر القمر صعب. احنا قلنا لكم جزر القمر والسودان وتونس، يعني يعني تونس والسودان املهم بدهم يتأهلوا بيدهم. اذا بيلعبوا على اللعب هذا اللي لعبوه وعلى خوف المدرب تبع تونس ما ينزلش المباراة. من هسه بقول لكم ما ينزلش المباراة.
ما ينزل المباراة. يعني أقسم بالله العظيم يا إخوان إنه أعطى المدرب التونسي حجم لنيجيريا أكبر من حجمها. شفت بآخر ربع ساعة مسحوا الأرض بنيجيريا. طب ما كان لعبت من الأول بلعبت هيك. والسودان يعني السودان أدت أداء رائع مع هذا رغم إنها خسرت مع الجزائر، بس والله يا عم لعبوا المباراة الثانية لعبوا، مع إنهم بقوا يلعبوا مع فريق مش قليل. ما قلنا لكم الأفارقة يا عمي والله ما هم قلال، والله ما هم قلال. وكل التوفيق إن شاء الله لأخواننا مصر. وأنا حابب إنه أشوفهم هم والجزائر والمغرب بالربع النهائي بإذن الله. يعني ما يروح لواحد براني، الكاس ما يروح لحدا براني، يظل بالدول العربية، مغرب أو مصر أو الجزائر، مع احترامي لباقي الفرق، وباقي الفرق مش قليلين هون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقسم بالله بطولة أفريقيا هاي السنة مش طبيعية.